انت ايه؟ ما ينفعش من مؤلفين فيلم الملحد؟ يعني. ايه اكتر حاجه ما بتحبش تعملها الصبح وانت صايم في الشغل؟ ان انا اشوف حد. مش عايز تشوف حد اصلا؟ لا البني ادمين لا. انت بتروح الشغل انا سايلنت يا جماعه، ما حدش يطلب حاجه انا مش عايز اي حاجه اطلاقا، اطلاقا. ولا حد اصلا يعني، حتى لو اليوم ده هيتخصم ب5 ايام انا نايم، ما انا حدش نايم يصحيني. كده كده هخسر رمضان ملاش لازمه. اه قاعدين في بيتنا كده حلوين. طب لو حد جه يصحاك بقى ورخم عليك يعني ممكن طيب احسن. ممكن تقول له ايه؟ هقول له ربنا يسامحك. ربنا يسامحك؟ دي احسن حاجه. هو كمل نوم بقى. اللهم اني صايم. لا لو كتر بقى يعني ممكن خلف الكواليس تقوم بقى. تشرب ميه بقى، فطرت خلاص؟ لا عمري ما فطرت والله، عمري في حياتي ما فطرت. بجد؟ ولا وانت صغير؟ ولا وانا صغير ولا وانت كبير؟ ولا اي حاجه. ولا وانت وسط؟ ولا وانا لسه مولود. ان انا برضه اتعامل مع بني ادمين، اتعامل مع اي حاجه فيها خد وهات، فاهم؟ اي حاجه فيها نقاش عموما خالص نهائي خالص نهائي. يعني حتى لو اي صوت اساسا، اي صوت مزعج لو بالنسبة لي في واحد رمضان حالك الصبح. وفاه حصل في رمضان الصبح ربنا لا يرحمه. يموت بعد بعد وكان الفطار. استغفر الله العظيم يعني انت دخلت إيه يا عم؟ لا خالص. انت ايه؟ ما ينفعش من مؤلفين فيلم الملحد؟ يعني. ما ينفعش اي حاجه الصبح بجد في نهار رمضان، اي حاجه في نهار رمضان ما تنفعش. يا اما تروح تدفن وتفطر وتقول معايا رخصه. لا برضه مش هفطر، مستحيل لا معاك رخصه العربيه يا حبيبي، مش رخصه تفطر. ماشي ساعتها ماشي. انت دخلت الرخصه اي رخصه وخلاص. اي حاجه اي مبرر في ايه؟ هو بيحلل الحرام ده، هو بيفكر هو عايز يفطر هو خلاص. بيفكر هو يحلله ازاي، فاهم؟ هو بيدور على حاجه. هو ده الشيطان اللي بيطلع في رمضان. هو ده الشيطان اللي بيشيل. ما انا جاي اسجل مع عبد رمضان عشان في رمضان ده مش هلاقيه.